في واحد كاتب مقال صراحة عجبني، حاب احكي لك اياه. بقول لما كان عمري 4 سنين كنت اشوف ابوي بطل خارق، اعظم رجل في العالم. لما صرت 6 صرت اشوفه بيعرف كل شيء في العالم. لما صرت 10 صرت اشوفه بيعرف كل شيء في الدنيا. لما صرت 14 قلت ابوي مستحيل يقدر يتكيف مع وقتنا وعصرنا الحالي. لما صرت 16 قلت ابوي صار كثير يتدخل بحياتي. على 20 قلت انا مستحيل اتحمل. كيف امي كانت متحملته كل هالسنين؟ على 25 صرت اهرب من البيت عشان ما اشوفه وابتعد عن نصائحه وتوجيهاته اللي كنت احسها كلها بدون معنى. على 30 قلت انا اذا اجاني اولاد مستحيل اربيهم مثل ما رباني ابوي. بس على 35 حمدت الله على انه كان عندي اب زي ابوي ورباني هيك. على 40 قلت ابوي كيف كان يقدر يتحمل عبء ترباية الاولاد. على 45 قدرت افهم انه قديش كان ابوي يتحمل وما يحكي. وبالاخر كتب انه احتجت 50 سنة لارجع لاول فكرة فكرت فيها عن ابوي، انه ابوي اعظم رجل في العالم. فما تنتظر 50 عام لتعرف هذا الاشي، لانه الاب والتضحية اللي بيقدمها هي اعظم شيء في الدنيا. يسعد صباحك يا حبيبي.